ما بقاش بزاف على الانتخابات الجماعيه، يعني والكل كينتظر هذا الحدث، الحدث المهم في المغرب. يعني نعم. وبصفتك يعني كمترشح باسم الحزب جبهه القوى الديمقراطيه بسيد البرنوسي، يعني كيف كتمر الاستعدادات؟ يعني شنو الامور اللي كتحاولوا تركزوا عليها قبل ما هذه الفتره هذه؟ وشكرا الأخ محمودي. بالنسبة للفئة البرنوسي كتعرف منطقة أخينا يعني في الدار البيضاء اللي تخرج غالبا وزراء وشخصيات سياسية فاعلة. ارتئينا اليوم تفعيل الخطاب السامي الملكي من خلال ما جاء في الخطاب الملكي السامي حول الانتخابات. يعني يجب إعطاء الفرص للشباب وعدم يعني يقول جلالة الملك لا نريد أن نرى نصف الوجوه. إذا البرنامج ديالنا الانتخابي بالنسبة لهذا الحزب اللي هو جبهة القوى الديمقراطية اللي كتطلع السي مصطفى بن علي بعد وفاة السي الخياري. المشروع ديالنا سيدي كيتوقف على بزاف ديال المحاور، وعطينا واحد الشعار اللي هو في بلادنا كاين مع من، وبالنسبة لسيد البرنوسي كنقولوا في بلاد البرنوسي كاين مع من. إذا البرنامج كان فيه هو برنامج استثنائي للمساهمة في معالجة العيوب والنواقص التي تحدث بالشأن العام المحلي. الشعار الله يخليك يوسف عطيه غير باش الشعار اللي هو. هو في بلادنا كاين مع من، يعني مم. بالدارجة. توقفنا على هذه المصداقية ديال في بلادنا كاين معنا، لأن مل الشعب المغربي من خلال ما جاء من وعود كاذبة من أحزاب أو من شخصيات هي نافذة دائما تتربع على عرش المسؤولية الانتخابية في المجالس المحلية، المجالس المنتخبة، سواء المجالس عفوا في المجالس. مم. قلنا هاد الشخصيات هادو اللي دائما نرى لأننا نلقاهم دائما وتعودنا عليهم أننا نلقاهم في نفس المناصب، يعني نفس السيناريو كيتعاود وما كاين حتى حاجة ما كتبدل. إذا المواطن ولا كيمل مابقاش ولا العزوف في الانتخابات. حاولنا نفيقوا الإخوان ونوصلوا المساج من خلال هذا الحزب اللي هو حدثي ديمقراطي تقدمي. نعم. حاولنا نوصلوا لهم هذا الميساج هذا في بلادنا كاين مع من باش الشباب يفيق. وحنا غالبا كحزب معارض كان نوصل هذا يعني هذا الشعار، يعني تشجيع الشباب نعم. والانتخابات والعمل السياسي. كيف كنعرفوا أن يوسف عطية هو عداء دولي سابق ورئيس نعم. فريق أفاق البرنوسي. نعم. يعني شنو الجانب أو الجانب اللي تفكروا فيه على المستوى الرياضي في البرنامج ديالكم؟ واش عنده مكانه الجانب الرياضي؟ واش عنده مكانه؟ نعم بالطبع لان الرياضه هي اللي خلاتنا نتميزوا، لان كنشوفوا من خلال هذا ما يروج في المغرب كامل. يعني كنشوفوا ان الناس اللي كتستافد حتى في المسائل ديال المنح وكل يعني اي نشاط حاولتي تجاوله. اذا كنقولوا بهذا المفهوم انك كتلقى الباك صاحبي او لا كتكون وسطاء دائما منتخب. اللي ما كنتيش كتميل للمنتخب الفلاني يعني ما كتستافدش. اذا هنا كتغير الديمقراطيه والمنظومه الديمقراطيه. اذا بالنسبه لنا حنايا حاولنا نتقربوا للمواطن. عندنا فروع، عندنا يعني الحمد لله امانه اقليميه اللي كنصار عليها دابا. انا الامين الاقليمي ديال السي البرنوسي اللي كنا هيكلناها في 8 فبراير 2015 بسيد البرنوسي. وكانت يعني كصاعقه لبعض الاحزاب انهم شافوا شاب فتي رياضي محنك يعني من الجانب الرياضي اننا تصميم في واحد الاتجاه. حاولنا نمشيو في الاتجاه الرياضي ونسيسو كما درنا يعني التسيس الرياضي كما كانت نوال متوكل كنشوف انا ولات وزيره، كنشوف مستجيب ولا وزير، غابرييلا زابو اللي كانت يعني ممكن نشوفوا يوسف يعني وزير ان شاء الله. ما غنوصلوش لهذه. انا ماشي طموح ديالي نكون انني وزير صراحه ما نكذبش عليك، وانما هو انني نكون فاعل سياسي. لان صراحه اننا ندمنا علاش ما درنا السياسه ما طرعناش في السياسه. اليوم الحمد لله اننا تفتح لنا هذا المجال وهذا الباب
وان شاء الله تكون عندنا الكلمه في الاستحقاقات القادمه اللي غتكون ان شاء الله نهار 4 سبتمبر، وان شاء الله نزيد نعاود نعزز لك المشروع ديالنا اللي هو الانتخابي. حاولنا نديروه بعدة نقاط استاذ. عفوا نكمل لك. بالنسبه لنا حنا كحزب حاولنا قلنا ندخل الاسس ديال رفع من مستوى التنظيم سواء على اللجنه الوطنيه للحكمه الجيده، كذلك رد الفعل المحلي اللي كيحتاج الى وظيفه عموميه محليه، هادشي كامل بالنسبه للمجالس الجماعيه، والعمل على اقرار نظم ومعايير، كذلك التكوين المستمر للسياسيين الفاعلين ديال الجبهه ديال القوى الديمقراطيه بشكل راسخ لتدعيم الديمقراطيه المحليه وتطويرها والارتقاء بافضل المستويات، كذلك تنظيم هيكل الجماعات المحليه، احداث قسم او مصلحه للتخطيط بالنسبه لنا، لان كانت بعد صدور الميثاق الوطني 1976 لم يحظى مخطط التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه بالعنايه كما هو معلوم. كذلك بالنسبه كذلك ضروره احكام الاقسام القانونيه لشكل اختلالات في المجال يعني اكيد ان البرنامج غني وبشكل كبير، ولكن يعني عطيه شنو كيفاش كتشوف يعني حظوظ حزب جبهة القوى الديمقراطية مقارنة مع باقي الأحزاب الأخرى في الانتخابات الجماعية؟ نعم، بالنسبة للحظوظ، قبل ما نهضروا عن الحظوظ يا أستاذ، أنا غير نزيد نعاود نكمل الكلام ديالي في ما يخص جبهة القوى الديمقراطية، أن دائما أنها كتكون سباقة للحدث، سبحان الله، يعني كتكون فيما كتحط شي برنامج وإلا اما كتخرج به الحكومه او لا كان يعني او لا كيخرج الخطاب الملكي، يعني كيكون نقطه يعني او بسيط لتغيير بعض القوانين. بالنسبه لنا احنا كحزب، يعني بالنسبه للاستحقاقات اللي جايه ان شاء الله غادي يكون فيها ان شاء الله امل، لان دابا الحمد لله يلاه عاودنا هيكلنا الحزب من واحد الجانب. عندنا الحمد لله دخلنا في الاستحقاقات ديال الغرف المهنيه، حصلنا على 15 مقعد على الفعل الوطني، يعني هذه سابقه يلاه، يعني الحزب رجع توت الصعبه على اساس اننا غادي نفوزوا ان شاء الله باذن الله الا بغى الله بمقاعد جماعيه والمجالس الجماعيه. واللي عندنا الجديد هو اننا حاولنا ان ندخلوا دوك النقاط ديالنا على اساس اننا تكون واحد احداث شرطه جماعيه، لان ولينا كنملوا من داك لي ديفير يعني مختلفات كتلقى فيها مليار ولا 2 مليار ولا هذا، يعني هذاك الشيء هو اللي خلى الناس ولات كتعجف عن الانتخابات، كيقول لك هادو كياكلوا كيشربوا كيسرقوا. اذا حنا ان شاء الله غنحاولوا نوصلوا للمواطن لانه يقترع يوم الاقتراع، يدير الصوت ديالو سواء ولو غير المهم يكون حاضر، لان كتهمنا الحضور ديالو باش ما يبقاش هذاك الفاعل السياسي الفونطوم، يعني الشبح اللي كيبقى ديما كيشري الضمائر ديال عباد الله، وكنلقاو انه كيجيب واحد المجموعه من الاخوان وهذا كيبقى نفس بحال يعني اش نقول لك يعني البلطجيه كما كيقولوا، يعني ما بغينا نشوفوا السياسه المحضه والديمقراطيه على هامش الاستحقاقات القادمه ان شاء الله. شكرا لك بزاف يوسف على التوضيح ديالكم، وكنتمناو حظ موفق لكل الاحزاب المغربيه في الاستحقاقات هذه. شكرا لك. شكرا، ان شاء الله اضرب لك موعدا ان شاء الله اننا ستكون لنا كلمه ان شاء الله سيدي البرنوسي، ولنا اليقين لنا ثقه في سيدي البرنوسي كما جاء في شعار في بلادنا كاين معامن، اذا في البرنوسي كاين معامن، وسنكون ان شاء الله وسننزل بكل الثقل ديالنا ان شاء الله. نقطه اخيره يوسف، كاين معامن بخصوص الشعار، واش نسبه للسلسله الكوميديه ديال كبور عندها علاقه بهذا الجانب هذا؟ احنا ماشي كنديروا دعايه للشي كبور، وانما احنا ما دام الكلام ديالنا مغربي هكذا كنقولوا وما كاينش معامل، يعني داك الشخص اللي كنا ناويين فيه الخير راه ما صدقش، يعني كنقولوا ما كاينش معامل، ولكن احنا دخلنا بهذا الشعار على انه كاين معامل. اذا ثقوا فينا ووضعوا فينا الثقه، وسترون ان
حزب الجبهة والديمقراطية سيكون فيه به المصداقية كما كان على عهد التهمي الخياري الذي كان هو سابقا الصيد البحري والفلاحة والصيد البحري رحمه الله وتغمده برحمته. ان شاء الله نردوا لي واحد الجميل من هذا المنبر، على اساس اننا ان شاء الله نستحوذ على اكبر عدد ان شاء الله من المقاعد في المجالس الجماهيرية. شكرا لك عطية. اللقاء في موعد اخر. شكرا على التواصل. شكرا.